السلام عليكم احبتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد مختلف نوعا ما، بناء على طلب واحد الصديقه، بعض الوجبات التكميليه اللي انا كنتبعها في النظام الغذائي ديالي. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم بواحد الاشتراك واللايك. هنا كما كتشوفوا معايا هذه هي الوجبه ديالنا، عباره على واحد سلطه منعشه، سلطه فريش كتكون من الفرماج الحمر مقطع، الزبيبه هو فزكتو، هنا كاين التفاح، وهنا حامضه، وهنايا دانون مسوس. هنا كما كتشوفوا معايا عندنا الروز اللي سبق وسلقته. غناخذ واحد الشبانيه نخويو فيها الروز ديالنا باش نحاولوا نخلطوا العناصر. غنضيفوا له من بعد الفرماج الحمر ديالنا مقطع مربعات عشوائيه عادي. هاد السلطه كتجي غزاله ومنعشه، كتجي مالحه وبارده، يعني فريش زوينه بزاف بزاف، والله ما عرفت كيفاش نوصلكم، وغنيه. هاد السلطه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل ديال السكر، الناس اللي واخا كيتبعوا واحد الحميه غذائيه او نظام غذائي معين، ما كيكونش بانهم ممنوع عليهم ياخذوا السكر نهائيا. هنايا عندنا الزبيب ديالنا غادي نصفيوه. بالنسبه كما قلت لكم انا كان يعني مازال لحد الان كنتبع واحد النظام غذائي صحي معين، ماشي غنقول لكم ريجيم، مي هو نظام غذائي متوازن وصافي. بنادم على ود الصحه هي اول حاجه. انا بالنسبه ليا كان ممنوع عليا السكر نهائيا، كنت كناخذ غير العسل اولا التمر، العسل الحره طبعا، لكن مع المده وقع لي واحد الهبوط في السكر، يعني داكشي اللي كناخذو ماشي كافي. يعني انا بالنسبه لي نقدر ناخذ بحال هاد السلطه ماشي مشكل، لان السكر غير نبعد من السكر الابيض، يعني الذات ديالي محتاجه السكر اكثر، يعني المهم السكريات اكثر. هنا غادي نصايبوا لاصوص ديال السلطه ديالنا. انا درت 4 ديال دانونات مسوسين بدون سكر طبعا. مهم حنا اهم شيء نبتعدوا نهائيا على السم الابيض، السكر الابيض، كل ما لقى الواحد يبتعد عليه يبتعد. السكر الابيض، الفورس الابيض، الملحه، ولان الملحه ماشي نهائيا شويه وصافي، لان الملحه مهمه عاوتاني للعظام، الواحد ما يمكنلوش يفرط فيها، لان ليها عاوتاني عواقب اخرى الا ما خديتيهاش. المهم لاصوص ديال هاد الشلاضه كنديرو هذا دانون مسوس، كنديروا له الملحه كيجي غزال غزال. هنايا عندنا الحامضه، غادي نديروا له الحامض. المهم نتوما اللي بغى يعصر الحامض يعصر، انا كندير لها هذه كتجي سهله. المهم هذه هي لاصوص ديال الشلاضه ديالنا. هاد الشلاضه زعما كنصحكم تجربوها، ما تشبعوش منها. كما كتشوفوا ها هي وجدت واحد الطبسيل لولدي لان كيحماق عليها. هانتوما هكا كتجي شلاضه منعشه بلا صوص، كتجي غزاله غزاله غزاله. جربوها وردوا عليا الخبر. اللي بغى يزيد ليها الحامض يزيد ليها، كتجي فنه روعه وبالصحه والراحه. من بين الحوايج اللي كنعتمدهم في هذا النظام الغذائي ديالي كاين هذا الشوفان. دي فوا كيخصني نفطر بالشوفان، والشوفان بوحدو ما كنتقبلوش نهائيا. الوغ اللي لقيت هذا الشوفان هذا اللي كيتباع في بيم، وقيله 14 درهم، لا ما خفت نكتب 14 درهم. فيه بعض الفواكه الجافه كتكون معاه لداخل. وطبعا احنا مازال كنقولوا بالنسبه للناس اللي ممكن ياخذوا الحلاوه، يعني انا اليوم واخا نبغي ما ناخذش الحلاوه خصني ناخذها، اما الناس اللي ما ياخذوش الحلاوه بلاش. هو هنايا عندي هذه مفتوحه، غنوريكم كيفاش كيجي لداخل. هو عباره على شوفان وبعض الفواكه الجافه اللي كتكون معاه. ما كاين هنا الزبيب، كاين بزاف، كاين التفاح، كاين بزاف د الفواكه الجافه هنا.
وهاد الشوفان كنسخنوا ليه طبعا الحليب، طبعا زيرو، تنسخن ندفيو شويه د الحليب وكنديروه في الزليفه وكنخويو عليه، بالصحه والراحه كيجي شهي غزال ما تشبعوش منه. مهم على حساب يا اما فطور يا اما، المهم هادشي اللي كيكون اغلبيه فطور. في نفس الاطار كما كنت وريتكم، هادو كنت كناخذهم من كارفور، من اتي سلطان، هادي ديال لا سيلويت الرشاقه زعما. المهم هادي حتى هي زوينه بزاف، المذاق ديالها زوين كيعجبني ناخذها، واخا كناخذها بلا سكر طبعا. انا لا اتاي لا قهوه لا اي حاجه كناخذها بلا سكر صافي ولفت. وكاينه هادي ديال الاسترخاء قبل النوم، زوين بزاف يعني غزاله. وكانت عندي واحده اخرى لحظه استرخاء ما بقاتش عندي، ثلاث صفرة هي كتكون حتى هي زويونه، والمذاق ديالهم زويون الصراحه كيعجبوني، هادو ديما كيكونوا عندي، كنعتمد عليهم ديما كناخذهم كمشروب طبعا بدون سكر، كنقولها وكنعاودها. وهذه كانت هي المنتوجات. هنا نجيو لهذا البرميل هذا كما كتشوفوا معايا كيكون بالروبيني، سمحوا لي على هذا الازعاج، كيكون بالروبيني. درت فيه الحامض طرونش، درت فيه الخيار طرونش، درت فيه سكينجبيره مخبي اللور سكينجبير، وزدت ليه دم موصو ديال الثلج، كيجي غزال ومنعش. بالنسبه للناس اللي كيعكسوا انهم كل ساعه يشربوا هذا كيكون قدامهم الكويس بحال الروبيني وشرب، يعني ما عندكش دابا شي حاجه علاش غادي تعكس. بالنسبه لهذا الماء صحي وغزال، ويعني حارق للدهون بطريقه فظيعه يعني، وحتى يعني مزيان للجسم. تلفات الهضره. المهم كان هذا هو بعض العناصر اللي كنعتمدها بناء على طلب واحد الصديقه اللي طلبت مني، ويقدر من لهنا لقدام الا بغيتو نعطيكم التجربه ديالي. المهم واخا يقدر الواحد يقول ما كاينش نتيجه، ما كاينه نتيجه بزاف كبيره الحمد لله، وانا فرحانه بها، لان تقريبا 26 كيلو اللي حيت، وانا راني فرحانه بها بزاف. بالنسبه للاخت اللي سقسطني على الخاتم اللي كندير في الصبع الوسطاني، راه النتيجه ديالها 26 كيلو، هذاك راه نورمالمون خاتم ديال الزواج مبقاش كيجي قدي، وليت كنديرو في الوسطاني. هنا اخواتي بغيت نشارك معكم واحد الوساده اللي صراحه توصلت بهم عند واحد الشركه. المهم هاد الوساده انا نورمالمون عندي وحده فحالها ديال بنتي عاديه، مي هذه فيها واحد شويه د الفرق. المهم الداخل ديالها كاين داك الحبيبات كما كتعرفوا، فحال ديال بنتي، حتى بنتي عندها في الغوز بالحبيبات. الفرق اللي كاين بيناتهم ان هاد الوساده هذه كدير الماساج، يعني كدير الماساج للعنق ديالك، هذا هو الفرق. الا بركتي على هاد البطونه هذه كما كتشوفوا معايا كتبقى تهز وكدير لك بحال الفيبراسيون، وكتدير لك الماساج للعنق ديالك. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من التشنجات ديال العنق، الناس اللي عندهم مشكل في الرقبه ديالهم، انا صراحه مازال ما تولفتها لان كتجيني الفوبيا ديال شي حاجه كتهز. ان شاء الله مره على مره واقيلا غنولفها باذن الله. بالنسبه هذه داروا لي داك وحده ليك وحده العزيز عليك، بحق انا واللي عزيز عليا عايشين في دار وحده غنستعملوا غير وحده. الوغ الاخرى ان شاء الله غادي نعطيها العكوز ديال حماتي، لان هي مسكينه بيدها كتعاني من تشنجات العنق. ايوا وانا واللي عزيز عليا نستعملوا وحده بركه علينا. ايوا هادشي اللي كاين اليوم، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي بغى نشارك مع هاد التجربه ديالي او النظام الغذائي اللي انا متبعه او اللي كنت متبعه او هذا، خليوها لي في التعاليق ونقدروا نديروا فيديوهات القدام ان شاء الله على هذا الموضوع. ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر باذن الله في حفظ الله ورعايته. ما تنساوش لا عجبكم الفيديو تساندوني بواحد اللايك وتعليق واشتراك بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على كل شيء.